القضية الأساسية واللي دايما بتوحد الأمة العربية القضية الفلسطينية. هو العدو الواضح والظاهر للشباب المسلم والشباب العربي. انا عايز اقول حاجه، ان هو في الكوره مفيش غير ابو تريكه واحد بس، مش هيتكرر تاني. دي حقيقه ولازم كلنا. فلو مهما اتكلمت من هنا للسنه الجايه مش هديله حقه يعني. فوجوده في الملعب ادى قوه للعيبه اللي كانت موجوده، وده اللي احنا متعودين عليه من ابو تريكه. اهو يا ابو تريكه، ابو تريكه يوسع كوره، اضرب زيدان، اضرب زيدان داخل اللسان، انطلاق ابو تريكه، ابو تريكه، ابو تريكه، تريكه يابو حلواني مصر. فصيله من انهي نوعيه، من انهي قصه، عذر المنافق بل قلت الواقع. التعادل، التعادل سهلها، ابو تريكه سهلها 3-3. المصريين مروا من هنا. أنا من ضمن الوصايا اللي كاتبها إن التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزة يكون معايا في الكفن. يعني فخور جدا بهذا التصرف، لأن هو فعلا نجم بمعنى الكلمة، ومش شرط إن يكون اللاعب نجم داخل الملعب بس، ولكن الكويت بهذا الموقف لهذا النجم المصري الكبير، وقال إن الكويت يعني واقفة مع مصر ومع مصر، ومش يعني أنا أجي من غير فلوس.